فيلمنا بيبدأ بحرب دايرة بين جيشين، معانا جيش حاطط على الجيش التاني ونازل فيه ضرب على الفاضي مع انه ما عملش منه اي حاجة. وبيبقى الجيش الاولاني معانا كتيبة فرقة صغيرة على قديها كده، حوالي 12 ضابط بيبقوا موجودين في المكان هناك، بيحاولوا يدافعوا عن القرية بتاعتهم من الاحتلال العدو اللي بيبقى اكبر منهم واقوى منهم في العدد والعتاد والجنود. بس بيحصل معجزة ربانية ان بيحصل ان في تراب وعاصفة بتشتغل. اول ما بتشتغل العاصفة والتراب دوا، فبيجي على طول الحالة اللي هي بتبقى هزيمة الجيش بتنتهي، وبيتحول الهزيمة لفوز. فبيضطر جيش الخادم دوا يسيب الحرب وينسحب غصبا عن عينه، وبيرجع خالص للصحراء الأولانية بتاعته. بيبقى ماشي هربان من العاصفة اللي حصلت. بتبقى حصلت حاجة غريبة كده، ان هو دلوقتي الانتصار اللي هو كان فيه اتحول لهزيمة. هو بيبقى مصدوم وبيلم الجنود والعساكر بتاعته، بيقول لهم احنا النهاردة انهزمنا، لكن المرة الجاية ان شاء الله هنسحقهم. وبيرجع على طول للضابط اللي هو بيكون معاه الكتيبة ال 12 واحد اللي هم مستنيين اللي حصل ولا عارفين ماشية الدنيا ازاي. اللي بدوره بيقول له ما تزعلش يا قائد، احنا هنروق عليهم احلى ترويجة، بس انت كده استنى شوية علينا واصبر. فبيحصل ان هما دول هربانين خالص من هناك، والقائد بيطلع مع مجموعة عساكر علشان يشوف الاستكشاف، فبيلاقي شوية جواسيس بيضربهم، وبيبقى فيه اللي بيهرب. وبيلاقي ان جوز اخت الراجل العسكري اللي هناك هرب منه وراح. فبيلاقي ان في بير ميه اللي هي بتشرب منه القرية اللي عايزين يحتلوها، فبيسموا بير الميه اللي هناك وبيرمي لهم فيه حصان ميت وسموم علشان خاطر الناس اللي جوه القرية تتسم وتنسحب اول باول. وبالفعل بيطلع الراجل ابن اخت صاحب الجيش بيسم لهم المية اللي هناك. اول ما بيسم لهم المية كده بيبقى في 10 15 واحد بيغمى عليه، بس بينقذوهم بالعافية. والقائد بيقول لهم محدش يشرب من المية دي تاني، لان المية دي هتموتكم. ما بيبقاش قدامه غير اختيار واحد، ان هو يشرب بول الحصان. وبالفعل بيشربوا بول الأحصنة علشان خاطر يقدروا يكملوا عيشتهم، لكنهم بيتعبوا تعب جامد وبيحصل إرهاق. وبيحصل ان في كام واحد برضه بيموت، لكن هم كلهم بيبقوا مقضيين حرب اسمها حرب الاستنزاف. العساكر بتجع منه والجنود بيغمى عليها، بس العساكر بيبقوا أقوياء والضباط بيبقوا ساندين العساكر، واضطروا يجففوا الفضلات بتاع الأحصنة وبيعملوها على النار وبياكلوها، وبيكملوا أيامهم علشان خاطر يقدروا يستمروا في حرب الاستنزاف اللي بتبقى حاصلة. بس امبراطور الصين بيطنشهم طناش آخر حاجة، بس بيضطر اللي هو الخادم وبتاعهم بيبقى موجود هناك وبيتغاظ خالص، فبيبعت لجيرانه ان هو يبقوا معاه. بس جيرانهم ما بيرضوش وبيقولوا احنا عمرنا ولا هنبقى مع الخادم ده تاني، لان الخادم ده كله شر ملوش اي لازمة، والامبراطور الصين هيجي يضربهم ضربة ساحقة وهيموتهم. بس هما بيرضوش وبيحاولوا يضربوه. بس الراجل اللي هو شغال مع الخادم بياخد بعضه وبيمشي، وبيقول ان الاميرة هبتها مرضيتش انها تستسلم معانا او انها تحارب معانا، فبيتعصب وبيرمي كوز النبيت من ايده، وبيقول للخادم الامين بتاعه روح دور على الاميرة هباتة، طلعها شوفها فين، انا عايزك تجيبها لي من تحت الارض عشان يقتلوها، لان هي رفضت ان هو تبقى معاهم ووثقت مع جيش العدو. الاميرة هيباتا بتقول ان هي لازم تطلع مع الخادمة الامينة بتاعتها، لان الخادمة الامينة بتاعتها دي هي اللي هتبقى موجودة هناك، هي اللي عارفة ازاي تجيب الابار من تحت المية. لكن للأسف الفرقة اللي طالعة تجيب المية من برا من الصحراء بتقابل فرقة معادية بيفضلوا يضربوا فيهم ضرب وبيموتوا أغلبيتهم، لولا إن القائد بتاعهم بيبقى قوي، فدوكهم بيهربوا منه هروب ساحق. اول ما بيهربوا بيوصلوا الكتيبة بيقولوا احنا معرفناش نجيب المية من برا علشان خاطر حصل ان هو في عدو ساحق ضربنا. وبتيجي الاميرة هبات علشان تيجي هي والخادمة بتاعتها، بتبقى رايحة للجيش اللي هو 12 ضابط علشان تقويهم وتبعت لهم المية والغلال، لكن بتقابل الفرقة المعادية لجيش الخادم. اول ما بتقابل الفرقة المعادية لجيش الخادم، جيش الخادم بيحاول يضرب فيها بس بيموتها. الخادمة بتقول لها هروب انتي وروح علشان تنقذيهم، لان انت اللي هتطلعي لهم المية من تحت الارض.
وبالفعل الخادمة بتستخبى على جنبه، والأميرة بتقتل نفسها علشان بتبقى خايفة ان حد يأسرها او يقتلها او يوديها للخادم، فبتقول ان الموت ليها شرف عن ان هي تنضم للخادم. وبنيجي لجيش الخادم. اول ما بالخادم يسمع ان الاميرة توفت بيبكي عليها لانه كان بيحبها، والفرقة اول ما بتسمع ان الاميرة توفت انها كانت راح تودي لها مية بتطلع تنتقم لكده، وبتولع في جيش الخادم العدو في المعسكرات بتاعته، وبتحاول تكبده اكبر خسائر يقدر يتوقعها بس، وبيضربوهم جامد. اول ما الخادم بيسمع كده بيستنفذ وبيدمه بيتحرق، وبيقول والله لا بيدنوا عن طريقه الغرة. وبترجع الخادمة المينا بتوصل للفرقة ال12 وبتحاول تبحث هناك، وبتطلع لهم مية من تحت الأرض لأن الخادمة دي خبيرة في التربة. بيبحثوا بير واتنين وتلاتة، بيلاقوا في البير الرابع المية. أول ما بيلاقوا المية بيحصل حالة من الفرح لأن هما كانوا هيموتوا من العطش، لولا إن هؤلاء الخادمة هي اللي مسكت الدنيا وهي اللي أنقذتهم من الموت، مع إن هما كانوا خلاص هيموتوا خالص، إلى إن الخادمة دي هي اللي أنقذتهم وطلعت لهم المية من تحت الأرض علشان خاطر إنها خبيرة في التربة. وبتقول لهم انتوا ادعوا للملكة والأميرة لأن هي اللي أنقذتكم مش أنا، هي اللي جابتني لحد هنا. أول ما الخادم بيسمع كده بيتعصب إن هما لقيوا مية وإزاي عاشوا ده كله. وهنا الضابط بيبعت واحد مرسال للامبراطور الصين عشان يقول له يا سيادة الامبراطور انقذنا بمرسال لان الخادم هيموتنا. امبراطور الصين اول ما بيسمع كده بيقول ازاي مقاطع عندي بتعاني من الخادم وانا مش عارف، انا دلوقتي لازم اطلع للخادم. فالجماعة المستشارين بتوعه بيستشيروا عليه، بيقولوا انت لو ضربت الخادم دلوقتي الناس هتقول عليك انك لسه بادئ وفي خادم بيعمل معاك حرب سيبه. وفي واحد تاني مستشار قاله لا، لازم تبسط القوة بتاعتك وبتوريهم ازاي انت قوي. بس المرسال بياخد ايام وبياخد اسابيع علشان يوصل للامبراطور، وعلى ما الامبراطور بياخد حركة تاني كان الموضوع بيبقى عدى. بيجوا هنا للفرقة ال12 بتعمل جوانتات وجوارت الأحصنة علشان تاكلها، علشان كانت هتموت من الجوع لأن هي فرقة مثابرة. وبتبدأ حرب، بس حرب بذكاء مش زي الحرب اللي كانت بادئة في أول الفيلم. هو دلوقتي هيعمل لنفسه عدو خفي ويطلع من القرية بتاعته علشان يحاول يضرب الخادم. الخادم أول ما يعرف إن كان في معسكرات ولعت وبيستعد للحرب وداخل على الفرقة ال12. وبتبدأ معانا استعدادات الحرب اللي بتبقى موجودة هناك، وبيبقى معانا 12,000 جندي ضد 15,000 اللي بيبقى موجودين الخادم. فبيبدأ الخادم بيضرب على طول على القرية، بيروح ما بيلاقيش حد في القرية، فبيعرف ان الفرقة ال12 اخدت بعضيها وهربت. فبيقول للخادم الامين بتاعه روح اطلع ورا الفرقة اضربهم بيدهم من على وش الارض. وما بيعرفش ان هو اتحاصر جوه لان الفرقة ما هربتش، الفرقة كانت مستنية فوق السور. اول ما لقيت ان الخادم دخل وزعت الخادم اليمين بتاعه بينزلوا وبيضربوه واحد ورا التاني، وبيفضلوا ورا العساكر بتاعته بيبيد الجيش بتاعه لان هم اخدوهم مفاجأة. وبيمسك ابن اخته وبيضربه هناك بالسيف، بينزل صريع وبيبص الخادم بيلاقي نفسه ان هو انهزم شر هزيمة، بيبقى مصدوم من نفسه. بعد كده بيجاب الرب الكريم، بيبقى زعلان خلاص طارت العملية خالص. وبيبص يلاقي ان العدو التاني ماسكينه وجايبين له اسير اللي هم اللي كانوا موجودين معاه، واول ما بيشوفوه كده بيمسكوه يضربوه. وبتنتهي الفيلم على كده من انتصار ال 12 جندي امام